بتستثمر ولا بتخاطر؟ استثمارك في العقارات من أأمن الاستثمارات اللي ممكن تختارها لو ما بتحبش المجازفة، بس في نفس الوقت هو مخاطرة كبيرة، ممكن تخسرك كتير لو وقعت في حاجة اسمها الاستثمار الأعمى. إيه هو الاستثمار الأعمى؟ الاستثمار الأعمى في العقارات يعني إنك تشتري عقار من غير بحث وفهم كامل للسوق، وأشهر 4 غلطات بيقعوك فيها هم إنك تعتمد على الإعلانات من غير ما تتأكد من صحة معلوماتها وتزور الموقع بنفسك. تاني غلطة هي إنك تشتري العقار المتاح قدامك من غير ما تركز على موقعه. الموقع المميز هو أساس الاستثمار العقاري الناجح، وتجاهلك لعوامل مهمة زي قربه من الخدمات والطرق الرئيسية هيخسرك كتير. ثالث غلطة هي إنك تختار عقار مش مناسب لأهدافك، يعني لو بتشتري عقار عشان تأجره هيكون اختيارك للعقار السكني اختيار مش مناسب، بعكس طبعا العقار الإداري والتجاري اللي الطلب عليه متزايد وقيمته الإيجارية أعلى. حدد هدفك وبعدين دور على العقار المناسب ليه مش العكس. رابع حاجة بقى هي إنك تتجاهل الاستشارة العقارية أو آراء الخبراء العقاريين، وده لأنه هتختصر عليك طريق طويل وتساعدك تاخد قرارات استثماريه مبنيه على دراسه وخبره وبيانات. الاستثمار العقاري من اقل الاستثمارات المعرضه للفشل، بشرط انك تستثمر فيه بذكاء. تابعنا لنصايح اكتر تساعدك تستثمر بامان وتاخد قراراتك كخبير عقاري.